الفيديو المنتظر عن تفاصيل بكالوريا انا مؤمن عزمي خالد علي. هنبدا النهارده نفهمكم كل التفاصيل كده بسرعه وبشكل حلو جدا، واي سؤال عاوزينكم تكتبوه في الكومنتات. يعني ايه بكالوريا وايه الفرق بينها وبين الثانويه العامه القديمه واني فيهم النظام الافضل، وازاي تختار كليتك اصلا، ده الاساس اللي في البدايه، ان انت تختار الكليه وبناء عليه تختار المسار. هنمشي مع بعض واحده واحده. نبدا كده يا مستر بطب وعلوم حياه. اول حاجه احنا عندنا 3 مواد اساسيه في البكالوريا زي ما انتم عارفين في ثانيه ثانوي: اللغه العربيه والتاريخ واللغه الاجنبيه الاولى اللي هي الانجليش. بعدين تمام. عندنا سؤال معلش هنا، طب التاريخ اللي هم اصلا اللي داخل علمي واللي داخل هندسه هيخاف منه ولا هو هيبقى عامل ازاي؟ التاريخ ده فيه حاجه حلوه جدا سيدنا علي قال: من اعتبر عرف، ومن عرف فهم، ومن فهم علم. التاريخ فيه عبر، لما بتديك العبره دي بتخليك تفهم حاجه لناس قديمه، فبتعلمك فبتفهمك. فالتاريخ حاجه مهمه بندرسها عشان نتعلم منها، ملوش علاقه بعلمي وادبي، دي حاجه لشخصيتك عامه. فدي ميزه كويسه جدا طبعا. واللغه الاجنبيه يا مستر طبعا فيها، فعايزين نتكلم فيها كده سريعا. هتبقى شكلها عامل ازاي؟ هتختلف اصلا عن ثانويه عامه؟ من الثانويه العامه، من ساعه دكتور شوقي ما مسك، كان اول نظام الثانويه العامه الجديده، كان الموضوع كله معتمد على الفهم. دلوقتي الموضوع كله معتمد على ان انت تعرف تستخدم اللغه، مش ان انت تحفظ حاجه او ان انت تصم كلمات. فاللغه الاجنبيه هتختلف في التطبيق بيها، يعني مش هيبقى المطلوب منك بس ان انت تبقى عارف المنهج، المطلوب منك ان انت تعرف تعمل تطبيق للمنهج ده. فالاختلاف هيكون في طريقه الشرح وفي طريقه الامتحان. يعني هيبقى في اختلاف فعلا في المنهج اللي هو ما بين ثالثه المنهج ثانوي تماما جديد. جديد. تماما جديد. خلاص، فادينا عرفنا المعلومه دي. طيب، وعندك 4 مسارات بعد ما تاخد الثلاثه الاساسيين دول. عندك 4 مسارات. اول مسار يا مستر الطب وعلوم الحياه، ده لو انت طبعا عاوز تاخد اي كليه ايه طبيه، فهتاخد فيه اول حاجه الاساسيه، يعني الاثنين اللي هتختار ما بينهم الرياضيات او الفيزياء، وده على حسب انت دماغك ماشيه ازاي بقى. انت ايه رايك يا مستر في حته فيزياء ولا رياضه؟ انا بحب الرياضه، بس دايما اقول ان ينفع المهندس يدرس رياضه، حلو. لكن مدرس رياضه صعب يدرس فيزياء. تمام، يعني انت شايف ان لو انت داخل انت هتشوف ان الرياضه بالنسبه لك تمام، وده على حسب كل واحد بقى. كل واحد. تمام. وفي هندسه هتختار ما بين كيمياء وبرمجه، ودي طبعا ماده جديده. وايه رايك فيها عامه يا مستر الفتره دي؟ البرمجه هي كنا زمان لما كنت انا لسه طالب، يعني كانوا بيقولوا لنا ان الامي اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب. لما انا بدات اتعلم قالوا لا، دلوقتي الامي اللي ما بيعرفش كمبيوتر. بقى دلوقتي بنقول ان الامي هو اللي ما بيعرفش حاجه في البرمجه والاي اي، بقت لغه العصر. فانا بيتهيألي ان الكودينج او البرمجه هي رقم 1 دلوقتي في كل العالم. والتوجه واخد على كده، واصلا في اولى ثانوي دلوقتي كمان بكالوريا بداوا ياخدوا برمجه، فهي مهمه جدا دلوقتي. وانا حاسس ان هي هتكسب الكيمياء السنه اللي جايه دي، مش عارف هي منتاليتي بقى العقليه. على حسب. والاعمال دي جديده بقى، هياخدوا محاسبه واداره اعمال. طب اساسهم ليه يا مستر؟ يعني هم حطوهم ليه اصلا؟ علشان الناس اللي بتتجه دلوقتي، الماركتنج معتمد تماما على البيزنس معتمد على الاكاونتنج. فدلوقتي الاتجاه ان انا عايز ابقى محاسب، بدل بقى ما ادوش دماغي بكميه مواد كتير جدا، لا انا بحطك في مسار معين، بخليك تخطط في الحاجه دي حاجه كويسه جدا. يعني هي حاجه كويسه جدا فعلا. اللي داخل تجاره بعد كده مش هيتفاجئ بقى من محاسبه. في ناس كتير جدا تخش، انا ذات نفسي دخلت كليه تجاره والله العظيم، اول محاضره محاسبه مشيت في اخرها. انا ما حبيتهاش نهائي وما كنتش اعرفها، وسبت الكليه والله. يعني كانت بالنسبه لي كارثه يعني. طيب، الاداب والفنون دي اللي هي ادبي زمان عادي خالص، هيبقى علم نفس ولغه تانية. ولغه تانية هنا لو داخل ألسن اساسها يعني، وعلم نفس لو انت عاوز تكمل وتاخد بقى الكليات اللي هنتكلم عنها. هنتكلم دلوقتي عن برضو كل الكليات سريعا. قبل ما نتكلم، ومستر مؤمن هيوافقني بكده، حتى لو انت محدد مسارك، بس في معلومه حلوه جدا بتقول: اعرف شيء عن كل شيء واعرف كل شيء عن شيء. يعني انت قبل ما تشتري حاجه بتلف شويه الاول كده لفه. انت نازل من بيتك عارف ان انا هشتري التي شيرت الفلاني، بس تقول طب ما ببص بصه يمكن دماغك تضايق. الفيديو لما تتفرج عليه اخره هتعرف كل مسار مزايا وعيوبه ايه، حتى لو انت مركز في حاجه واحده بس، لغايه ما توصل المسار اللي انت محدده وتعرف كل شيء عن شيء. يبقى انا هعرف شيء عن كل شيء، انا هعرف معلومه عن كل مسار، واقف المسار بتاعي بالظبط واحدد ده انا عايز كل تفاصيله، فركز فيه. ركز انت عايز كليه ايه، هروح لها من انهي مسار، طب المسار دوت السكه ليه سهله ولا صعبه. ده اللي هوضحه لكم باذن الله. يلا بينا كده. احنا عرفنا اول حاجه احنا هناخد ايه في تانية بكالوريا. خلاص، دول ال4 مسارات ودول ال3 مواد الاساسيين، فخلاص كده ايه احنا عرفناه. نخش على بعض على طول. هناخد ايه في ثالثه برضه عشان تبقى عارف هتعمل ايه، ما تبقاش بس رؤيتك محدوده في تانية، عاوزين ثالثه كمان نبقى عارفين ماشيين ازاي. خلاص، انت دخلت بقى اي مسار من دول، طب مثلا وعلوم حياه، انت هنا هتبقى المواد دي اجباري، مفيش اختياري هنا. يعني انت مثلا في الطب وعلوم الحياه خلاص هتاخد احياء وكيمياء، مالهمش. بس هياخد ايه ليفل. ايه ليفل بالظبط، هياخد ايه ليفل، دي دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. عشان كده اختيارك للمدرس واختيارك للماده في الوقت ده ما بيبقاش بالمعايير اللي احنا ماشيين بيها العاديه. انت بتاخد مستوى متقدم،
انا عارف مثلا لو انا بدرس انجلش اي ليفل، مش قصدي اي ليفل بتاع الطلبه اللغات، قصدي اي ليفل المستوى المتقدم من الانجليش، لا ده محتاج مدرس وطالب الاثنين عارفين هما بيعملوا ايه. فعينك وانت بتحط رجلك في المسار وانت في تانية، عينك على تالتة انا داخل مسار طب علوم حياه، انا عندي السنه الجايه بايو او عندي كيمستري، سواء انا هاخد احياء او هاخد كيمياء، الاثنين مستوى متقدم. طيب عشان كده اصلا سايبين لك سنه كامله في مادتين، يعني الموضوع برضو اكيد هم عاملين حسابهم عليه يعني. بالظبط. في هندسه هتاخد الرياضيات وهتاخد فيزياء، طبعا اجباري الرياضيات لازم، برضه مستوى متقدم كله بالظبط. والاقتصاد هنا دي ماده جديده اهي، برضو ماده جديده مع الاداره، تمام. والمحاسبه والرياضيات دي اعتقد العادي، المستوى العادي بس ده المستوى العادي، مش الاي ليفل. بالظط كده، دي العاديه دي اعتقد ان هتكون حاجه ليها علاقه بالاكاونتنج برضو، اللي هي المحاسبه والحاجات ديت، بس الارقام الاساسيه اللي هم هيتعاملوا فيها في كليه التجاره يعني. طب والاداب والفنون دي عادي خالص، هتاخد جغرافيا واحصاء، تمام. فانت خلاص بتحدد، من انت عارف دلوقتي في ثالثه تاخد ايه وفي ثانيه تاخد ايه، ده كمواد خلاص احنا عرفنا. عاوزين بقى نشوف الكليات كمان اللي هتفرق معانا جدا. يبقى عينه وهو بيحط ايده على المسار، انا حطيت عيني او حطيت ايدي على المسار رقم 2 هندسه علوم حاسب، ابقى عامل حساب ان الموضوع مش تانية، يعني مش عربي وانجليش وتاريخ والماده اللي انا اخترتها، لا انا كمان عندي ثالثه، ابقى عامل حساب ان الرياضيات والفيزياء المستوى الرفيع مستوى عالي، انا هل قدراتي كده ولا لا قبل ما تعمل اي حاجه. عندي نقطه مهمه جدا عايز اقولها لمستر مؤمن، وبعدين اساله سؤال مهم. 3 حاجات بتخليك تختار المسار لو انت لسه محتار. رقم واحد قدراتي، يعني هل انا قادر ابقى كده ولا لا. رقم 2 ميولي، يعني انا مايل للموضوع ده يعني حابه ولا لا. وخد بالك ممكن الاثنين يكونوا متعارضين مع بعض، يعني ممكن اكون انا مايل للحاجه دي بس انا قدراتي مش قدها. يعني كتير مننا بيقول انا نفسي اكون لعيب كوره، بس هو عارف ان امكانياته مش كده. بنحلم، احلم وانت رجلك على الارض ودماغك فوق. الحاجه الثالثه مستقبل مسار، يعني واتس افتر بعد ما اتخرج منه، بعد ما اتخرج من المسار بتاع الاعمال ده، هل انا لما يعني طموحي اكون محاسب ولا لا. اللي يهمني بقى دلوقتي ثانويه عامه ولا بكالوريا، وانا بختار. مستر مؤمن اللي يقول لي. تعال نخش بقى في الحته اللي بعدها، نرد على الحته دي مع المستر. هنا مقارنه سريعه جدا عشان برضو ما تشغلش دماغك. خلاص انت مقرر بكالوريا، فخلاص هقول لك برضو مميزاتها ايه. اولا لو انت دخلت بكالوريا واخترتها، مش هينفع تغير على طول لثانويه عامه ونفس النظام، فانت من دلوقتي تبقى عارف انت داخل ايه على طول. تاني حاجه، لا يوجد اي اجبار للطالب، يعني ما حدش هيغصب عليك حاجه، انت تختار الايه المسار اللي انت عاوزه، قصدي البكالوريا او ثانويه عامه. عدد المواد هنا بيفرق، بيقول لك ثانيه وثالثه في ثانوي 11 ماده غير المواد الغير مضافه. طيب في البكالوريا 6 مواد، فهنا موفر عليك 5 مواد في السنتين، فدي حاجه حلوه جدا. انت معاك 6 مواد في سنتين تقدر تاخد ايه، وده غير اللي لسه هنقول الفرص اللي انت ممكن تخش فيها في الامتحان كمان. طيب عدد المواد الدراسيه في الصفين خلاص احنا قلناهم، تمام. احنا هنيجي هنا في الايه، الفرص بقى هنا يا مستر. ايه رايك في الحته دي؟ يعني مثلا ثانيه ليهم 4 فرص، احنا كنت بتكلم انا والمستر دلوقتي برضو كان عاوز يكلمني على الحته دي شويه. الحته دي تعمل مشكله وتدي ميزه. بالظبط. المشكله هي مبدا تكافؤ الفرص، بمعنى اني لو في طالب في ثانيه ثانوي جاب في ماده زي الانجليش جاب درجه مش كويسه، فقرر ان هو يدخل تحسين، حسن كده، هو دخل انجليش مرتين، جه في ثالثه قال ايه انا معايا مادتين، لما الانجليش انا ما كنتش درجه فيه كويسه فهعيد تاني ليك كمان مره كمان ومره كمان، كده انت دخلت 4 مرات وهياخدوا باعلى درجه. وارد لان في خبراء تعليم كتير اتكلموا في الموضوع ده، وارد، انا بقول وارد ان كده يبقى في اخلال بمبدا تكافؤ الفرص، بمعنى اني انا دلوقتي عندي وقت وعندي ماديا اقدر وتايم، عندي وقت اعمل كده وعندي جهد اعمل كده، فدخلت ال4 مرات فجبت سكور اكتر من مؤمن اللي دخل مره واحده بس. هل احنا الاثنين نساوي في الكليه؟ اللي انا بقول يعني ان شاء الله ان ممكن يقولوا ان الكليه طب مثلا بتاخد من 90% للطالب اللي دخل محاوله واحده بس. لو انا داخل 4 محاولات يبقى ممكن يقول لك لا نخليها 72، ده وارد يحصل. طب لو ده ما حصلش هيفكروا في اي حاجه تخلي مبدا تكافؤ الفرص موجود. طب هل انت بقى لو انا مكانك اقول لنفسي انا محتاج احسن كتير؟ احنا بنلعب على الاعلى، بمعنى اني خد بالك بما ان السنه ثالثه المواد اللي فيها مستوى رفيع، ولو طالب اي جي او طالب سات بيسمعنا دلوقتي هيقول ان الاي ليفل ده في الحاجات دي بتبقى مستويات عاليه جدا، وغالبا هيبقى دكتور مش مدرس اللي بيشرحها، فانت هيبقى معاك مادتين بس المادتين دول اكيد جواهم فروق كتير جدا. فانا ما ببقاش عامل حسابي لا انا هدخل تانية مخلص تانية. يعني ايه؟ يعني انت داخل تلعب ماتش مخلصه عشان ادخل الماتش اللي بعديه وانا فايق له. حلو جدا. اقدر في الوقت ده كمان تسوف، اصل في ناس معاها بقى محاولات البروكستر، يعني اي حد هيعمل تسويف هيخسر ده وده، صاحب بالين كداب. حاجه الثانيه لو انا منك انا متارجت مثلا كليه عسكريه وداخل المسار بتاعي، طب انا عندي في ثالثه مادتين بس، جدع جدا عندي مادتين بس، انظم وقتي واروح بقى انزل جيم واعمل مش عارف ايه عشان ابدا اهيئ نفسي
يعني يبقى التجهيز بدني وعقلي وذهني واكاديمي عشان اعرف ادخل الكليه اللي انا عايزها. فحكايه التسويف وحكايه ان انا معتمد ان انا عندي 4 محاولات، صدقني مش تكسب حاجه خالص. صح. انت تبقى عامل حسابك ان من اول محاوله انا مخلص. الله ينور عليك، حلو جدا. طيب قواعد القبول بقى لكل الكليات نفس النظام من الثانويه، هو نفس البكالوريا. فخلاص كده احنا قلنا كده الاختلافات اللي ما بينهم ايه بالظبط. واللي عاوز بقى ياخد البي دي اف كمان هنسيبه له. البي دي اف ده اكيد ناس كتير هتبقى محتاجاه، فلو انت محتاج البي دي اف اكتب بس في الكومنتس ان انت محتاج البي دي اف، هيتبعت لك البي دي اف دوت كله مكتوب فيه كل التفاصيل دي، بحيث ان انت تتفرج براحتك وتقعد تحدد براحتك وتقارن ما بينهم. فوق احنا ما بصيناش على مواد ثانويه عامه، احنا بنتكلم على بكالوريا بس، فهو يبص براحته. طيب احنا عايزين بقى نعرفهم كل مسار ممكن يدخلني كليه ايه، وبترتيب كده تقول لنا لو انا دخلت مسار رقم 1 مثلا طب وعلوم الحياه، بالترتيب من وجهه نظرك يعني الاعلى فالاقل، يعني اتارجت كليه ايه بالظبط، وهكذا. يلا بينا نبدا على طب طبعا، عشان ده الناس كلها بتفكر فيه وهو مهم فعلا. مسار طب وعلوم حياه. نبدا بمسار طب وعلوم حياه. هو بصوا بيحط لكم كده اول مثلا 5 كليات، دي كليات الايه الطبيه الطبيه، فدي ليها علاقه قوي بالمسار ده. فعمرك ما هتعرف تدخل الكليات الاساسيه دي الا من المسار ده، اللي هي طب وطب اسنان وصيدله وعلاج طبيعي وتمريض وطب بيطري. بالظبط. في حاجه مهمه جدا، دول محطوطين في الاول عشان دول كليات القمه. مفيش حاجه اسمها كليه قمه، في حاجه اسمها ان انا ادخل الكليه وابقى انا فيها القمه. صح. محامي ناجح احسن من دكتور فاشل. ياما دكاتره فاشلين موتوا ناس، وياما محامين ناجحين انقذوا ناس من الموت. مفيش حاجه اسمها انا هدخل كليه قمه، انت تدخل اي كليه وانت تبقى القمه. فاحنا مش مرتبين الترتيبه دي بكليات قمه، هو الراجل مرتب لك ان دي الكليات المتاحه ليك، علاقه بالمسار، يعني دي اساسها المتاحه بالمسار ده. فانت لو بتفكر فيهم لازم تخش المسار ده. طب الباقي ده كله ليه بقى علاقه؟ يعني ميزتهم برضو كانت الناس خايفه من بكالوريا مستر في ايه، ان هو مش فاتح كليات كتير. لا، هو فاتح كليات كتير لدرجه ان هو حاطط اداره وحاطط اداب وحاطط كل حاجه، يعني حاطط لكم كل المسارات اصلا، كل كليات المسارات في مكان واحد. بس زي ما المستر قال، انا اقدر اصلا اخد مواد طب وعلوم حياه اللي هي احنا اتكلمنا عنهم، ولا ما اقدرش يعني مش عشان مديك كل الكليات دي فتخش وخلاص. فدي في ميزه حلوه جدا بقى، ان في طالب مننا عايز يدخل كليه الاعلام او عايز يدخل كليه الاثار مثلا، بس هو الطالب ده دماغه مش ادبي، هو دماغه كده ربنا مديها له علمي، فهو موفر لك ده. ادخل يا عم علم اللي انت عايزه، وبعد كده منه ادخل كليه الاعلام اللي انت عايزه. دي الميزه فعلا، دي ميزه حلوه جدا. يعني المسار ده على قد ما سكته صعبه بس النتيجه، ودايما انا اقول ايه، دايما اقول ان كل حاجه سكتها صعبه نتيجتها حلوه. صح. والعكس، يعني انا اسف اتجوز ولا صاحب، الاسهل اصاحب والاصعب اتجوز، بس جنه ونار. صح. فالنهايه دايما ما دام السكه صعبه فالنهايه دايما حلوه، لان كان كله عملها. يعني لو هي الموضوع سهل كده كان كله هيعمله خلاص، مفيش حد متميز يعني. فده بقى الباقي عادي خلاص. حقوق واعلام واثار في كل الايه دول، حتى مكبرينهم كده ليه؟ لان دي اصلا في كل السياحه وفنادق من الكليات اللي بقى فيها دلوقتي. احنا بلدنا متجهه اتجاه جامد جدا 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 للسياحه، لدرجه ان في كومباوندز وحاجات دلوقتي بتعمل شقق فندقيه كتير جدا، العاصمه الاداريه. فسكه سياحه برضو دلوقتي بقت سكه كويسه جدا جدا جدا. زراعه فيها حاجات جدا جدا جدا. بالظبط، يعني اللي دماغه في السياحه وفنادق وبيحب الاكل وعاوز يخش، ما يشغلش دماغه بقى لو جاب مجموع عالي فيخش اي كليه ليها علاقه بالكليات الطبيه. يعني انا ماليش في الجزء الطبي بس جبت مجموع، ودي مشكله برضو. يقول لك لا خش خلاص، طب حرام يعني، ما انا جايب اسنان. يعني في ناس مصر تقول لك طب انا جايب مجموع طب، طب ما اجيب طب. ما انت وانا عشان معايا فلوس كتير اشتري، يعني اعرف مثلا ان انا هشتري غويشه، اشتري سلسله، اشتري حاجه، فانا اقول ايه، انا معايا فلوس كتير لما اشتري سلسله كبيره ما هي شكلها وحش. انت هتشتري سلسله على قد رقبتك بالظبط، فمش بفلوس الكتير بجيب حاجه مش مناسبه. خالد النبوي مره جدته سالته، قال لها انا عندي 2 شوز، واحد فيهم شكله حلو بس مضايقني في رجلي، الثاني شكله مش حلو بس مريحني. قالت له البس اللي يريحك، مش مهم يكون عاجب الناس، المهم ان هو ايه، مريحك. صح كده. بس ونيجي هنا برضو هنلاقي الاقتصاد والعلوم السياسيه، لو هنقول دي كليه قمه اصلا في اداب، يعني قصدي موجوده هنا يعني سبحان الله. موجود بقى التربيه، وموجود تربيه علوم طبعا، وعلوم ارض واقتصاد منزلي، وكل الكليات دي قروها بقى. وهنا بص يعني موجود برضو تجاره برضو جايه لها من مسار طب. تجاره واعمال برضو موجوده هنا. يعني قصدي ايه، اللي فعلا دماغه في حته المواد. المسار ده عامل كده، طريقه ضيق شويه لانه طريق صعب، بس تطلع منه تلاقي نفسك تدخل في اي حته انت عايز تمشي فيها، فتح لك كل حاجه. في مسارات تانية بقى العكس. يعني ايه؟
يعني هي بادئه واسعه جدا بس هي بتضيق عليك، بمعنى ان انت ماشي مبرطع كده ماشي في سكه حلوه، بس لما تيجي هنا تلاقي نفسك اتزنقت في الحته دي اللي هو انا ما قداميش غير الكليه دي. صح. ليه؟ لان انت اخترت السكه السهله. فانت السكه اللي هتختارها هتوديك يا اما لكل الطرق يا اما لطريق واحد بس. حلو جدا. بس وبصوا طبعا لما تاخدوا البي دي اف هتشوفوا بقى كل اللي انتوا تحبوا، فنون جميله برضو موجوده وتربيه وهكذا. احنا قلنا بس الكليات الايه اللي بنركز عليها واللي مشهوره جدا يعني، لكن هي كلها كليات كويسه. لو انت بتحب حاجه فيهم خشها عادي. تمام. نخش على المسار اللي بعده عشان ما نطولش عليكم. دي مسار الهندسه وعلوم الحاسب برضو نفس الكلام. هتلاقي في الاول هنا ما فيش اي مسار تاني هيدخلنا الايه الكليات اللي في الاول دي. ممكن اسميه اسم ده؟ اتفضل. ده مسار المستقبل. حلو قوي. ليه ده مستر مؤمن؟ دلوقتي يلا بينا. بص هنلاقي اول حاجه هندسه، تمام، وبعد كده التخطيط العمراني، الحاسبات والمعلومات، طبعا ده اللي مستر قصده دي عليه. رقم يعني 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم كل 4 ورقم فعلا. 50. والله فعلا فعلا يعني. نكمل كمان الفنون التطبيقيه بقى. هنفتح هنا الفنون الجميله والعلوم رياضه والتربيه رياضه والزراعه. بس احنا زي ما اتكلمنا ده اساس الموضوع. يا هندسه يعني المسار ده اساس، وهندسه يا اي اي بقى وحاسبات ومعلومات وفلوس كتير. وفعلا يعني انا بشوف ان اي حد دلوقتي عنده طفل صغير انا شايف ان هو يعلمه برمجه وهو صغير. طبعا. تخيل بقى انت مديك يقدر يديك برمجه في اولى وبرمجه في ثانيه، وكمان تطلع بقى تدخل المسار. فانت ممكن تبقى متهيأ جدا ان هو يخش يكسر الدنيا. طبعا. يعني مسار جميل جدا وحاجه ضروريه جدا. حاجه ضروريه جدا. احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان كل حاجه هندخلها محتاجين فيها لغه. فانا مثلا الانجليش بيتدرس في ثانيه بس، هنقعد ثالثه ثانوي كلها ما بناخدش انجليش. اوعى تسيبه، بمعنى اعمل اي حاجه. حلو قوي النقطه. ادخل اسمع بودكاست، اسمع حاجه، احضر تاني، افتح حصص اونلاين، المهم ما تسيبش الانجليش، لانك هتتفاجئ ان انت خلصت ثانيه سبت انجليش ثالثه ثانوي كلها، وبعدين دخلت الكليه اتفاجئت ان كله بالانجليش. ودي كارثه. اوعى تعمل الغلطه دي، واوعي تعمل الغلطه دي. حلو جدا. وبرده هنا نقطه معلش برده، اما بيبقى حاطط لك مسارات معينه للمجال يعني للكليات دي، هو اساسه ان هو اداك المواد الاساسيه اللي تخليك تخش الحاجات الاساسيه دي. يعني مثلا في اداره دلوقتي لما نشوفها هنستغرب ان مديك اصلا تجاره واعمال. طب ما كانت موجوده في الباقي، بس هو كان قصده هنا بقى ما هو مديك محاسبه ومديك اقتصاد. يعني هو مخليه واخد المواد اللي تخليه يخش الكليه مستريح. صح. فانت ممكن تخشها فعلا من مسار تاني، بس في نفس الوقت مش هتبقى واخد المواد الاساسيه اللي انت تخش فيها الكليه دي. فبرضه انت اختار من البدايه صح. يعني انت مثلا عاوز تخش اي حاجه من الحاجات دي لازم تخش المسار بتاعك. طب برضه الحاجات التانيه دي بقى خش المسار بتاعها برضه. يعني انت يعني هي دي اللي انا قصدي عليه. حاول من البدايه تعرف انت اتجاهك رايح فين وخش المسار بتاعك عشان هتدرس. انا منشن على حقوق مثلا، خلاص ما تروحلاش بقى من السكه الصعبه اللي احنا بنتكلم فيها. روح من اداب. روح بقى من اداب لو انت منشن على دي. حاجه تانية افكركم بيها، في حد قاعد دلوقتي يقول لا اصل انا عايز اعلام. هل انا انفع اعلامي ولا لا؟ يعني هو على بتحط مناكير احمر ومقشر ومعفن وهي اصلا ما تنفعش تبقى اي حاجه، وبعدين بتقول لك اصل انا اعلاميه. مفيش، يعني نو واي. انت مش عارف، بتخاف لما النور يقطع تقول لك انا داخل كليه شرطه. شرطه منين؟ امكانياتك وميولك. يعني ما تقولش اصل انا منشل على دي. امكانياتي وميولي، انا حابب ايه وهل انا انفع ولا لا. وخليك صادق مع نفسك وخد النصيحه غالبا معظمهم بيقعوا في هل انا انفع ولا لا. ما هي دي برضو اهم نقطه. يعني انا ميولي، ما ممكن يبقى واحد حابب جدا فعلا شرطه، دي كارثه. انفع يعني ولا ما ينفعش؟ حابب. هو اللي بيحب فبيحب كتير. يعني يقول لك ده بخش سياسه واقتصاد وابقى مش عارف ايه. ايوه انا سياسي. فهل انت هتقدر تعيش في كده؟ تمام. في بقى الخدمه الاجتماعيه وبقيه الحاجات الايه اللي احنا يعني نقدر نبص عليها براحتنا. يعني مستر مؤمن ربنا يكرمه مركز لكم كل مسار ايه الحاجات الديستنكتيف، الحاجات المميزه اللي فيه بالظبط، اللي مش هتوصل لها الا من السكه دي بس. احنا عندنا الفيديو ده نقطتين. النقطه الاولانيه انا عيني على كليه كذا اللي هي مثلا هندسه، خلاص يا ابني انت ما عندكش المسار ده بالظبط اللي هو ده. طب انا عيني على كليه ادخلها من كل المسارات، يبقى انا اشوف بقى انا بحب اي حاجه وبعدين امشي فيها. يعني انا اصلا دماغي في حقوق، بس انا ما بحبش الادبي قوي، خلاص ما تدخلش من سكه ادبي، ادخل من سكه اي سكه. طب انا دماغي في حقوق ومش فارقه معايا، لا خلاص خد من السكه السهله بقى اللي هي مسار اداب. صح جدا، مليون المية. ده كده احنا خلصنا ايه الكليات للمسار ده. طب المسار اللي بعده اللي هو اداره الاعمال، يعني مسار الاعمال اهو. ده انت اللي هتتكلم فيه بقى عشان انت خدت الصدمه. تمام. بص تجاره واعمال ودي شفناها موجوده اصلا في هندسه وموجوده كمان في طب. تمام، تقدر توصل لها من كل السكك دي. ونقدر نكمل كمان ليها علاقه بالتنميه والتكنولوجيا الماليه واداريه، اي حاجه ليها دعوه بالفلوس وتكنولوجيا الاداره ونظم المعلومات. ما هيتحولوا الفلوس دلوقتي ان هم هياخدوا فلوس. هياخدوا فلوس بس بعد ما يشتغلوا ان شاء الله. تمام. فدول برضو 4 حاجات اساسيه، حتى ما تلاقيش فيه كليات كتير قوي. يعني هو المسار ده ما فيهوش كليات كتير، بس لو انت مفكر في تجاره
او اي حاجه من الاربعه دول اسهل لازم سكه تدخل المسار ده. لا احسن يعني، مش قصدي لازم. لا سوري، اسهل سكه، احسن حاجه ليه يعني انت عشان من هيدرس الحاجات من بتاعتها. طب علوم حياه هتوصل هنا، هتوصل من المسار هندسة. الثاني اللي هو الهندسه هتوصل هنا بالظبط. من مسار الاعمال برضه هتوصل هنا. ايه الفرق بقى؟ ان انا عايز تجاره يبقى ده درس المواد بتاعته حاجه تانية، مم. ده اسهل السكك. وحاجه تانية ان هتطلع من الناشئين بتاع ده، صح. يعني هتبقى متميز عن الولد او البنت اللي داخل من مسار طب وعلوم حياه داخل تجاره. انت مليون متميز ان انت اصلا خارج دارس ناشئ محاسبة وطالع، والكلام ده بالنسبه لك واقتصاد اسهل بكتير. وإدارة يعني. فلو دي التارجت يبقى دي السكه. صح مليون المية. لان انت لو ده التارجت اصلا، لو ده التارجت تجارة ومش عاوز تاخده من السكة دي تبقى كارثة. يعني هو مش عاوز ياخد محاسبة اللي ليه؟ ياخدها يعني لا تبقى دي مصيبة. السكه، فهي انت دي ما سكة. بتحبهاش وانت رايحها ليه اصلا. بالظبط. وعندك بقى هنا اداب وتربيه وشويه اداب كده ايه كتير، واقتصاد وعلوم سياسيه برضو موجوده هنا، واعلام وحقوق واثار اللي موجودين في كل الكليات، وسياحه وفنادق برضو، وتربيه نوعيه وايه وشويه كليات تانية بصوا عليها. ناخد اخر مسار وهو مسار الاداب اللي بقى قليل قوي الفتره الاخيره. ادبي بقت اقل بكتير قوي من علمي، اللي هو كله يقول لك انا عاوز ادخل اطلع دكتور. للاسف دي برضو كارثه كبيره جدا. بعدين بيشتغل يا اما في الريل استيت وهو ما بيجيبش الكليه دي مليون المية، يعني هو عمره ما هيجيبها لو هي مش يا بتاعته. اما كول سنتر. فنيجي هنا بقى ألسن. طبعا لو هتاخد لغه اجنبيه ثانيه بشرط، هو حتى بيقول لك بشرط دراسه لغه اجنبيه ثانيه. فانت لو بتفكر في ألسن مالكش في الا احسن حاجه ليك اصلا ده، وهي مش موجوده غير في المسار ده اصلا. يعني الألسن مش موجوده غير هنا. طلبه ألسن لازم نوي لازم تبقى كده. وفي يعني كتير والله، يعني في كتير بيحبوا ألسن ونفسهم يخشوها. ألسن كليه اولا. انا درست لطلبه ألسن اول ما ما شاء الله. اتخرجت كده، فضلت شويه ادرس طلبه ألسن. كنت ماشي في سكه كليات بس يعني، ما كنتش هدرس ثانوي خالص. ألسن بتنمي عقليتك كمان، لان الناس فاكره ان دراسه اللغه زي في ثانوي زي دراسه اللغه في الكليات. بالعكس خالص، انت بتدرس حاجات ممتعه جدا. بتدرس تاريخ اللغه، وبتدرس تاريخ البلد بتاعت اللغه بتاعتك، بتدرس دراما، بتدرس نوفل، يعني بتدرس ادب، بتدرس لينجويستكس اللي هي الصوتيات يعني. فبتطلعك اصلا يعني مغموس جوه اللغه بتاعت البلد، اكنك في مصر كده. يعني شو انا يعني ربنا كرمني دخلت تربيه ودخلت اداب، خريج الاثنين يعني. ودرست الألسن ودرست اللغات وترجمه، درست الاربعه، كل واحده فيهم حاجه مميزه. دي كده ليها رونق برضه. حتى هي كلمه رويال كان انا خريج ألسن. طبعا. واداب بقى كل التخصصات هنا، لان انت ادبي بقى خلاص طبعا. يعني. وتربيه كل التخصصات الادبيه. الادبيه بالظبط. ليها علاقه بالادبيه بس. تمام. البنات اداب كل التخصصات. تربيه واداب طبعا موجوده في كل والعلوم السياسيه دي طبعا ايه موجوده معانا، وحقوق واعلام واثار وسياحه وفنادق، تربيه نوعيه، وشويه برضو الايه الكليات الاخيره دي. نطلع من ده تمام. قول لي بحاجه مهمه جدا. زي ما مستر مؤمن قال لك، حدد الكليه. انا هدخل تجاره، حلو يا ابني. تجاره دي ليك فيها سكتين. السكه الاولانيه سكه سهله، ان انت تدخل المسار بتاع تجاره، سكته سهله وهتوصلك للتجاره بسهوله. الحاجه الثانيه ان انت هتطلع حريف، بمعنى ان انت هتبقى من وانت في ثانوي واخد حاجات ليها علاقه بالتجاره، فلما تدخل هتتميز عن الناس الثانيه. ده السكه الاولى. السكه الثانيه ان انت تدخل تجاره بس من سكه صعبه شويه، ودي معتمده على موضوع ان انا ما بحبش الحاجات الادبيه قوي، فانا هروح للطب وهكذا. السكه الثالثه الطالب اللي لسه مش متشتت، مش عارف ادخل كليه ايه. اروح انا باصص لنفسي بقى، اقول لنفسي ايه؟ انا المنتاليتي بتاعتي منتاليتي بتاعت ماث يعني رياضيات وهكذا، ولا منتاليتي بتاعت ساينس يعني حاجات علميه، ولا منتاليتي بتاعت اداب. فلقيت مثلا عقليتي جايبه ان انا بتاع ساينس شويه، خلاص ادخل الساينس، ومنها اللي هي المسار اللي بتاع وشوف دنيتي ممكن توديني على فين، وهتلاقي كل المواضيع مفتوحه قصادك. وبعدين السكه بقى ربنا يختارها. استخير ربنا، دي اول حاجه واهم حاجه. استخير ربنا استخير ربنا استخير ربنا. اسال اهل الثقه اللي بينك وبينهم ثقه، ويكونوا اهل خبره كمان. النقطتين دول تعملهم وتتوكل على الله. مستر مؤمن عندي سؤال تاني ليك. اتفضل. الطالب ده بقى خلاص قرر المسار، وعنده 3 اسئله مهمين جدا. السؤال الاولاني المدرس طبعا، احضر سنتر ولا اونلاين؟ السؤال الثاني اختار مدرسي ازاي؟ يعني انا هختار هدرس تاريخ مع مين؟ السؤال الثالث لو انا مثلا هجيب كتب خارجيه وحاجه اجيب ايه؟ تفتكر قلنا بقى في الكومنتات مهتمين بالمواضيع دي، وهنعمل لكم عليها سلاسل. ما ينفعش ناخدها كده في انت عايز تعمل لهم فيديو تاني يعني؟ نعمل لهم فيديو تاني او فيديوهات على حسب اللي هنشوف بقى هيحصل معانا ايه. لان طبعا المدرسين طبعا السنه الجايه هتبقى حاجه مهمه جدا، لان في مدرسين لمواد جديده مش بس كده. يعني في مدرسين بقى مواد جديده، برمجه وفي محاسبه وفي اقتصاد، في مواد اصلا ما طرحتش قبل كده. فالموضوع عندك موضوع مهتم بيه او نفسك اي حاجه فيه
اكتبوا كلمه تم في الكومنتات، كمان هنديكم لينك البي دي اف ده، واكتبوا لنا المواضيع اللي عاوزين نتكلم فيها ونعمل لكم عنها مواضيع، ونشوف بقى مين المواضيع اللي واخده لايكات كتيره ونعمل عنها على طول الفيديو الاولاني كل الجاي. سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.